لو انت مش عايز بوليس الهجرة او بوليس الاميجريشن يقبض عليك، اسمع الفيديو ده كويس جدا للاخر، ركز معايا في الكلام ده لان الفترة اللي جاية دي محتاجة وعي وتركيز كتير قوي من كل واحد فينا. دلوقتي احنا في عصر التدقيق والمتابعة القوية جدا، ده معناه ان اي حد ممكن يسأل عن وضعه القانوني في اي وقت. لو انت مولود في امريكا او عندك باسبور امريكي، على الاقل خلي معاك نسخة ورقية او نسخة على الموبايل. لو معاك شهادة ميلاد امريكية، خلي نسخة دايما معاك علشان لو اتسألت تقدر تثبت مكان ولادتك بسرعة. ولو مش معاك اي حاجه من اللي انا قلتها دي ومعاك اي دي، لازم تتاكد ان هو فيدرالي متوافق عليه، يعني ريل اي دي، مش مجرد اي بطاقه وخلاص. ولو انت مقيم دائم هنا في امريكا، يعني معاك جرين كارد، القانون بيقول لازم تخلي معاك الجرين كارد طول الوقت، وانت مسافر وانت رايح وانت جاي وانت سايق وانت في اي حته. النقطه دي مش جديده، ده مكتوب من زمان في قانون الهجره والجنسيه الامريكي، لكن دلوقتي بقى بيتم التدقيق عليه بشكل اكتر. الجديد بقى ان في ناس بيتوقف فعليا في الشارع او المطار ويسألوهم مباشرة عن وضعهم القانوني في البلد هنا في أمريكا. عشان كده لازم تحمي نفسك وتحمل دليل على وضعك القانوني هنا في أمريكا علشان تتفادى أي مشاكل غير متوقعة. ولو اتسألت من أي ضابط عن وضعك القانوني، الحمل كله عليك أنت إنك تثبت إنك موجود بشكل قانوني هنا جوه أمريكا. ودي للأسف الحقيقة اللي ناس كتير قوي بتبقى مش عايزة تسمعها، بس ده أحسن وقت ممكن تكون فيه جاهز قبل ما يحصل موقف صعب ليك. لو دي أنت أول مرة بتشوفني فيها، أنا اسمي بنوب أمين، محامي مصري وحاصل على ماجستير في القانون الأمريكي، وحاليا بذاكر للحصول على رخصة مزاولة مهنة المحاماة هنا في أمريكا. عندي شركتي الخاصة VIP US Immigration اللي من خلالها بساعد محامين الهجرة في كل الولايات. شغلي بيشمل مراجعة الأوراق، ترتيب المستندات، تجهيز النماذج المطلوبة لكل نوع قضية بشكل احترافي ومنظم. وهدفي إني أساعد المحامين وعملائهم وحضراتكم إن القضايا تتقدم بشكل صح ونوفر على بعض وقت ومجهود كبير. دلوقتي خليني أشارك معاكم مثال واقعي حصل مع حد أعرفه. في شخص نسي ياخد الجرين كارد معاه في رحلة داخلية جوه أمريكا، واتسأل في المطار عن وضعه القانوني. طبعا ده قانوني بنسبة 100%، لكنه اضطر يقعد لعدة ساعات كتير قوي في غرفة انتظار اللي هي سكندري انسبكشن لحد لما يتأكدوا ان هو فعلا معاه الجرين كارد او معاه الستارز بتاعة الإقامة الدائمة. بس تخيل بقى الضغط النفسي الرهيب اللي مر بيه هذا الشخص في موقف زي ده لمجرد انك نسيت الورقة بتاعتك او الجرين كارد بتاعك. عشان كده دايما بقول الوقاية خير من العلاج. حضر نفسك قبل ما تسافر او اي مشوار بعيد عن البيت بتاعك. خلي الجرين كارد بتاعك في شنطتك في محفظتك، خلي في نسخة منه، خلي في نسخة منه على التليفون. لازم حاجة تثبت هويتك او وضعك القانوني دلوقتي هنا في امريكا، خصوصا لو ساكن في ولاية من الولايات الحدودية. انا عارف انت ممكن دلوقتي تكون بتقول ايه، هو انا لازم امشي بورقي طول الوقت؟ ده حتى شيء مرهق ومش عملي وممكن ورقي يضيع. لكن لو بصيت على الصورة الكبيرة هتلاقي ان ده أأمن ليك ولأسرتك على المدى الطويل، بدل ما يتقبض عليك حتى بشكل خطأ وتتحط في إجراءات ترحيل بشكل خطأ وتلاقي نفسك رايح ورا الشمس بشكل خطأ. وللأسف دلوقتي ده بيحصل. ممكن كمان تعمل نسخة إلكترونية على تليفونك وتخليها في ملف مشفر عشان خاطر تحمي خصوصيتك، ولما حد يسألك ممكن توريها له من على التليفون بتاعك. ودلوقتي أحب أسمع منك في التعليقات، هل حصل معاك موقف مشابه للكلام ده ولا لأ؟ وهل شايف إن أنت لما تحمل الأوراق بتاعتك دي معاك بشكل كتير، هل ده هيكون مرهق ليك ولا لأ؟ هو طبعا ضروري، بس هل انت شايف ان هو ضروري ولا لا؟ شارك الفيديو ده مع اي حد انت تعرفه عايش جوه امريكا، لانه ده ممكن يوفر عليهم مشكلة كبيرة جدا في المستقبل. وطبعا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتعمل فولو ولايك وكل الحاجات الحلوة دي عشان خاطر الفيديو يوصل لناس اكتر وناس كتير تبقى فاهمة المعلومة وعارفة ايه اللي بيحصل دلوقتي. شكرا جدا واشوفك الفيديو الجاي.